مرحبا يا أصدقاء، أتمنى أن تكونوا جيدين، وإن لم تكونوا كذلك سوف تصبحون كذلك. السلكيله ديالنا اليوم على المبهدلين اللي كيلبسوا شراوط ملونين، كيحرفوا الدين وكيشطحوا في الجوامع مجموعين. دين جديد في المغرب، اخترعوا صلاص ديالهم وقرآن ديالهم. أول شي بصح والله العظيم شيخهم المكرفس ما لقى ما يقول ورد راسو حفيظ راسو. الشعار ديالنا اليوم كل اللي بغيتي تكون، ما تكونش غير كركري معفون، قاري قاري كاركاري. مرحبا بكم احبابي في التسركيه ديال اليوم. خبرنا عليكم شي شويه نتوما عارفين علاش. مع هاد المتغيرات ديال العالم راه صعيب نصوروا فيديو. راه الاصدقاء مني باقي غير الانسان ما تسطاش في هذا الوقت راه مزيان. انت باقي مزيان؟ لا حنا غاديين باش ما ننساش 400 الف ديكتاتور في الجيب. وها حنا الاصدقاء ولينا اقرب من اي وقت مضى. ديروا ابوني وخليونا نوصلوا نص مليون ديكتاتور، وهذا الشيء كله راه غير لمصلحتكم باش حنا نطغاو. لا خسرتيها ماشي هكا. دابا انت والو ما تحمستيش. لا 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 صافي. الفيديو الاخير اللي درناه قبل اشهر على الطريقه الكركريه، اللي مازال ما تفرجش فيه يرجع يشوفو باش ياخذ فكره على هاد المبهدلين. وحتى الا ما بغيتوش تضيعوا الوقت ماشي مشكل، راهم غير مبهدلين في جميع الاحوال. الحمد لله بعد هذاك الفيديو بزاف ديال الكركاريين حيدوا من داك التكركير اللي هما فيه، ما بقاوش دايرين في راسهم الضحك ودخلوا الطريقه الديكتاتوريه ديالنا. داكشي علاش اللي بغى ينخرط معنا الاصدقاء ما عليه غير باش يشوفوا النور. نديروا لهم الظلام. احبابي اعزائي، الكركريه ببساطه هي واحد الطريقه صوفيه اللي شابعه بداع. البؤره ديالهم كاينه في الناظور بالضبط في العروي. ناس العروي مرتاحين، ناس العروي كيتشكاو وكيقولوا بلي ديما محشمينهم مع والديهم، لانه للاسف كيداروا بزاف ديال الحوايج من غير هادشي اللي كنشوفوه بحال اييه. الكركريين كيدعيو بلي كيشوفوا نور الله، وشيخهم كيقول لهم الا دخلتي معايا انا اللي غادي نوريه لك. والله يماك وما تبيني غتبقى في حياتك تشوف غير الظلام. نور الله من عندنا كيتوزع. مشهورين بانهم كيلبسوا شلال مرقعين ديال الالوان، والهدف الاساسي ديالهم هو يكونوا مدلولين. دل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. هل أنت بخير يا شيخهم؟ أنا رأيت النور. سنصور الفيديو. نعم سنصوره. آي مرحبا. وندعو الله أن يجدكم هذا الأوديو أو هذا الفيديو أو هذا الاس ام اس أو الوثائقي أو الام ام اس. نعم. واش انت ما عرفت الطبيعة ديال شنو كتصور وغتشوف نور الله؟ هذا ما تبقاوش تخليوه يهضر، خليوه غير في الزاوية يبقى ينقز. الحبيب راه دابا هاد التحنقيزات اللي كتشوفوا ما تستهنوش به. كاينين عرام ديال الدول اللي مآمنين به ومبايعينه وتابعينه. وتخيلوا معايا جزائريين كيجيو من وهران للزاوية. وطقوس غريبة ظهر أتباع الطريقة الكركرية في الجزائر. الامتداد ديالهم ما كاينش غير في المغرب والجزائر، وصلت لتونس وليبيا والاردن ومصر. وفقرة جينا من تونس العاصمة. سمعوني مزيان، العدد ديالهم كيوصل ل2 المليون مكركر. يعني عندنا 2 المليون واحد كيحرفوا في الاسلام، يعني اكثر من لي زابوني ديالنا. ما فهمتيش ياك؟ ودابا اسمح لي دابا صافي ما بقى عذر. وما تستغربوش من هذا الامتداد ديالهم، وإلا بان لكم العدد ديالهم كيكبر كل نهار. حيت الطريقه ببساطه عندها ركيزه صحيحه وكدعمها امريكان. حلوا لي معهد ديالو في شيكاغو سموه انستيتيوت الكركاري. The sheikh will teach you how to dance in the mosque and how to pray and how to see the light of the God. America doesn't play brother, be careful. بغاو سيدي يقراو الكركاريه ويردوها هي النموذج والمثال ديال التصوف في العالم. عرفتوا داك المخطط ديال الابراهيمي وراه هادو خدامين عليه. وانا كنسمع كنسمع شنو غتقول. هو الله هو الحبيب هي هو انا بالي هادو ماشي زاهدين في الدنيا راه غزاهين. خاص الجميع تشوف معاهم تحليهم شي فيراج يشوفوا مع السكوادرا ويطلعوا كراكاج. انا راه اللي كيفقصني هو كيفاش كيقدروا يتخشعوا مع هادشي ويبكيو. هو الله مالك كيشعل عليا النور وانا باغي الناس. والله it's easy to be a كركري. look at our look now. but tell me the truth please. you see the light of the God. I see what you see. I see money brother. دابا بلا شك احبابي كتسائلوا كيفاش الشيخ ديالهم اللي ما قاريش كيقدر يقنعهم، وبطبيعه الحال خص تكون عنده شي طرق ديالو. خونا مريقل اش كيدير؟ كيستغل الدين بشع استغلال. كيلعب لهم مزيان على العقيده ديالهم وعلى النفسيه ديالهم، كيرد راسو هو ممثل الحق الالهي فوق الارض. مهداة الى شيخنا قدس الله سره عين النور، من شرب منها
لن يطمع بعدها ابدا. كيستغل داك الحماس ديال الناس ديال انهم كيبغيو يزيدوا يتقربوا من الله سبحانه وتعالى وتما في كيلعب. ومن الله علي بيوم البيعة أقدمت على مبايعة سيدي وشيخي سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره. دابا بلا شك عاوتاني كلكم كتسالوا كيفاش هاد الضحيه هذه طاحت في الفخ. كتبان فيها مسكينه ماشي ديالها التبهديل. هنا غادي خصو يكون قنعها بشي حاجه، وديك الحاجه بطبيعه الحال كلنا عرفناها. نور الله هو اللي كيقول لهم غادي نوريه لكم. ويعني شاهدت نور الله عيانا. دابا السؤال اللي عندنا هنا هو علاش حتى كتدخلوا عنده الخلوه عاد كتشوفوا نور الله؟ علاش ما تشوفوش بلا خلوه دوي؟ ادويه حسن الصباح كيتانسبيرا من الحشاشين. هاد حسن الصباح شنو كان كيدير المريدين ديالو باش يرضوا فدائيين؟ كان كيشدهم كيديهم لواحد البيت وكيعطيهم المزيانه. منين كيتبوقوا كيشوفوا حديقه الجنه، ملي كيصحاو كيلقاو راسهم بحال فاقوا من شي حلمه زوينه ما كيبغيوش يفيقوا. وهنا في كيقول ليه الا بغيتي ترجع لديك الحديقه ما عليك غير تولي فدائي وتنفذ لي العمليات ديالي. وبطبيعه الحال ما يقدروش يرفضوا ليه حتى طلب باش يرجعوا عند حور العين في الجنه. لقيت الطريقه ما شاء الله سنيه، ما فيهاش شي حاجه اللي غريبه خارجه على الدين. هي تبارك الله ما شاء الله راه ما خرجاش غير على الدين والسنه. هي راه الشرك نيشان. وحبيت نبايع سيد الشيخ، دخلت لعند سيدنا الشيخ ما شاء الله. واش انت دخلك الخلوه باش يشوف نور الله مروان؟ ومالو لابس الالوان؟ ما تحكرش. شفت النور ما شاء الله، بنادم كيحس بشي حاجه غريبه. والله حتى حسن الصباح. واخا دابا نتوما زهدتوا في الدنيا وشفتوا نور الله وداك الصباغه موراك لاش؟ علاش كديروا الاسراف في الصباغه؟ غير شويه ديال الصباغه في كويس ديال الماء وقضيو غرض. مالكم على هاد العجب؟ وواحد الحلاوه ما شاء الله في النور، في رؤيه النور. عاود باش حسيتي؟ وواحد الحلاوه ما شاء الله. شاف النور حس بالحلاوه. و70 عذر اللي وصلونا نلتمسوهم لكم راه سالاو. حسيت براسي بانني ما كاين حتى شي حاجه اللي حاول نساعي. خرج من الخلوه، خرج صافي بركه عليك من الاحاسيس. منين دخلتي وانت غا كتحس بحال راني بوحديت. راك بوحديتك، راه سميتها خلوه. شكون بغيتي يكون معاك؟ واخا الفقراء ما شاء الله كانوا داك الساعات معايا في داك الغرفه اللي كنا فيها. خرج من الخلوه بركه عليك، خرج. هي خلوه واش كيديروا الفقراء؟ وأكرمني سيد الشيخ في البيعة، وعندما أكرمني سيد الشيخ باش كرمك الشيخ انت؟ ياك متى انت الله يستر حسيتي بشي احساس في البيعة رأيت نور الله. دابا انت شفتي نور الله ويا جور مالو؟ دوك الحيوط بعدوا عليهم ما تبقوش تصبغوهم، غير يشهدوا عليكم ما مسخيط يوم القيامه. كنت بصلي وكنت يعني يا دوب بقرأ قرآن، وكنت مفكر حالي إني قايم في العبادات وفي الدين كله. مسكين كان مسلم، كان كيصلي وكيصدق مزيان ما خصو حتى خير. جا الشيخ ضلو مسكين على الاسلام. راه هادشي اللي كيوقع لاي واحد في الحياه، كيبغي يزيد يطير حتى كيصدق خارج في مره. راه لن يشاد الدين احد الا غلبه. الوسطيه والاعتدال، كل ما بغيتي تشدين بزاف غير تطلق لك. الا ما كتشوفوش دوك صحاب المظاهر دغيا كيعياو. الطريقه الثانيه اللي كيستعملها شيخ من بهدل باش يسيطر لهم على العقول ديالهم هي التعليم العقائدي المنغلق. داكشي علاش كيديهم لديك الزاويه ديالو، كيبقى يلقنهم في التعاليم ديالو، كيسد عليهم في الخلوه وكيعيشهم في واقع فكري منفصل على الحقيقه. دابا غير بشويه د العقل كاين شي زهيد في الدنيا كيطيب لي بات للمريدين. انا جاني غير الصباح ديالنا كيدير لهم شي حاجه في الماكله باش ما كيبقاوش عاقلين على راسهم، حيت ما يمكنش تقنعني انسان بعقله غادي يتبع هذا. سالا الدين شاف نور الله بقى لي غير شحال البصله. الخطير في الموضوع هو هاد الشيخ من مزور كيدير الخدمه ديال اليهود، كيحرف الكلام عن مواضيعه وكل مره مخترع ايه جديده. يقول الباري سبحانه وتعالى: وجعلت في الارض خليفه، يعني وجعل من يستخلفه في ارضه. اذا ربي واش يقول؟ ويل للذين يقولون ما لا يفعلون، يعني وان قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. انا الحاجه اللي كتبقى فيا اكثر هي ملي كيجيو النصارى يسلموا على يديه محمدا رسول الله. وتخيلوا معايا دابا كيقول ليه محمد رسول الله وانا هو الولي ديالك. كان مسيحي كيمشي عند القسيس من لحد الكنيسه كان قريب، بقى ليه شويه ويدير مزاجو علاش بعدتي علاش. زيد على هذا الشيء كامل شيخ هو منافق. شنو كيقول العيالات؟ وسبحان الله مؤخرا صاروا حتى النساء يقولونها، يقولوا لك لا انا احب ان اكون سائحه، انا هكذا هويس. لا يا بنتي ويا ابني، انا ذاك اذا كنت تريدين المجاهده والسلوك لا احبس واحبسي نفسك في حجره او في كهف او في بيت او ولا تخرجي. هي هما يبقوا في الدار وخرج غير انت والحريم ديالك. كتعرفوا فينيزيا مدينه البندقيه كتشوفها غير في التلفازه ياك، وهو والحريم ديالو كيشوفوها في الواقع. إلا الله
لا إله إلا الله. هما الزود عندهم كيتمثل غير في ديك اللبسه صافي. كيسافروا ويدوروا العالم والمريدين ديالو حابسهم في الزاويه. ودابا انا غير شرحوا لي فين عمركم شفتوا شي شيخ كيحتفل بعيد ميلاد. كاتب في الحلوه سيد الشيخ وجايب الدراري الصغار. منظر سوريالي غريب، دراري صغار حزينين واخا عيد ميلاد، ناس كبار بالحياه ديالهم لابسين دوك الطرابش ديال الدراري الصغار. فيديو جابدينهم الديب ويب، الدري صغير مسكين خليوه يلبس بحال قرانو، لاش ديك الجلابه مرقعه. يا وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه، اتخذي موقفا في حقهم ولا تقفي متفرجه، فوالله اننا كمغاربه نشهد اننا ابرياء من هؤلاء. ويا وزاره الوزاره خلاها. انا الحاجه اللي تساءلت وضراتني في راسي وانا كنشوف مجموعه من المقاطع ديالهم هي واحد الكتاب كيديروه موراهم. راسي المني وظلت الافكار تدور في ذهني هكذا. هذاك الكتاب ديالاش معارج النورانيه للاذكار القرقاريه. كتاب ديالهم شنو غادي يكون فيه؟ هيا لنكتشف. بعد ما قلبنا على الكتاب هو هذا، شو من الواجهه ديالو بشيء ما يتشراش. دابا تخيلوا معايا هذا الوجه هذا شي في نور الله. انا مازال ما شفت ما تشوفت وجهي منور عليه. شو هذا كيتفرج وجهه منور عليه؟ شو هاد البنيته هذه اللي كتفرج حتى هي شحال زوينه. شو هاد المراه حتى هي مزوجه. معاك كتحل الكتاب كطلع لك الصفحه الاولى كيدويو على شيخهم الاول اللي بدا لهم هاد البدع. كيعاودوا على شيخهم على النسب ديالو والاصل ديالو كيفاش بدا هاد الفيس من الاول. الغريب هو انه الكتاب مكتوب بالعربيه وكيتقرا من اليسار لليمين، والاغرب هو كيكتبوا على شيخهم رضي الله عنه. انت كيفاش رضي الله عنه؟ باش عرفتي الله رضى عليه؟ راه الصحابه والانبياء اللي رضي الله عنهم وارضاهم. هما راه ما كيقولوهاش بغرض الدعاء، كيقولوها بغرض التقديس. جا الوقت باش نطفيو النور على الكركاريين اللي عمرهم شافوه. اش بان لكم الا قلت لكم باللي عندهم صلاه ديالهم؟ عندهم صلاه ديالهم وسميناها صلاه الاستواء. غصنا لهم في العمق وفي الجذوره ديالهم. غادي نبداو بتعريف الصلاه. صلاه استواء من مراتب معراج، كعبه قدوريه، سماوات طباقي الطاهريه وسدرات المنتهى الحسنيه، الى قاب قوسين حيث لا حيث مفاتيح الازال الفوزيه الكركاريه. تا هي خشيتيها. شاد الاسلوب الكركاري باش كاتبين حيث لا حيث زعما صرعتوها. قالوا مع راسهم القران مفهوم، اجيو حنا نكتبوا شي حاجه ما مفهوماش. راه الله سبحانه وتعالى اللي فوق منا ومنكم قال لنا ادعوني استجيب لكم. شتي الاسلوب كي بسيط وكي مفهومه. ركزوا دابا مزيان في هذا السطر هذا، ما يكون كتبوا لهم غير بوز. نقطه شكل الارواح وسير وصل الاشباح. وهنا كاينه فرضيه اللي كتقول ربما كيتعاملوا مع العالم الاخر، هو اللي كيعاونهم في هذا الشيء الانوار. والا علاش ذاكرين الاشباح في الكتاب ديالهم؟ اجي بعدا نتوما من يقرب الله لهاد الدرجه، علاش ما ديوش مع خوتنا؟ علاش ما تقولوش اللهم دمر اعداء المسلمين، اللهم كن مع اخواننا، اللهم كن مع اخواننا وشتت شمل الغاصب المحتل. شاد مازال كنعيشوا ومن نتوما قراب وكتبغيو الخير للامه الاسلاميه وبانوا لينا هنايا دعاء ما عمركم دعيتوا مع الاقصى. والتيسيرش من انوار انت وجهك مظلم اكثر من المدينه القديمه. امام حضرات عنوان الجمع اللاهوتي وسير جمال صفات فهرس الفرق الناسوتي. وات اللاهوتي الناسوتي تاش كتقول؟ مشكلتهم انهم كيحسبهم راسهم اذكياء اكثر من الناس، وإلا انتقدتيهم كيخرج لك شيخهم. إذا ما هو الأفضل، أن تجلد أم تأكل لحم أخيك ميت؟ فتفكر مليا قبل أن تغتاب أحدا ما. فكرت مليا ووجدت أن الغيبة تجوز في أمثالك. الغيبة تجوز في مجموعة من الحالات، من ضمنها التحذير من الشر. ياك شيخي علاش ما قلتيش قدس الله سره؟ إلا كان الشخص فاسد وانت بغيتي تهضر باش تبين الحقيقة ديالو ما كتسماش غيبة. فراسكم واحد القضية، حتى المريدين ديالو عندهم السياحة، كيديروا وحدة في الشتاء وحدة في الصيف، ولكن ضروري ما خاص يباركها ليهم شيخهم. الكونسيبت ديال هاد السياحة هو خصهم يمشيو برجليهم من زاوية لزاوية أخرى. هو كيمشي يدور مع راسو فرنسا وطاليان وامريكان وما مخليهم كيسيحوا في الغابات بين الاشجار والوديان. هما فاهمين السياحه بلي خصهم يسيحوا اقتداء بالكتاب ديال شيخهم الاول. ومادام نتوما كتبغيو الزهد، لاش داين الساكت كوشا جديو شي خنشه الزرع نعسو فيها. كيديروا دوك التجمعات الليليه خصهم غير عبد الله ويديروا شي مجلس ديال عيش صفاري. نهار 27 في رمضان تجمعوا كاملهم وداروا الذبيحه. واش كاين شي واحد زاهد في الدنيا عنده ايفون؟ جايبين الفقراء والفقيرات ديالهم لابسين داك التبهديل وداخلين الزاويه باش يذبحوا، مدخلين ركاده هما عندهم شي دور مهم في الديانه ديالهم. وباش كيصرعوها زعما كيجمعوا كاع داك اللحم وكيفرقوا على الناس. علاش خاسرين فلوس في المطبعه وغاديين كطبعوا الزاويه الكركاريه؟ دابا هذا ماشي العجب. ودوك الديور اللي كيمشيو يعطوهم اللحم في نظركم محتاجين لذاك اللحم. ودابا شوفوا حتى هذا تا هو كيدير الخير، تحلف عليه الا جا غير يطلبهم وكيعطيو اللحم للناس وكيهربوا بحال كيفرقوا الممنوعات. بعدا دوك الناس اللي كيشدوا منهم داك اللحم راه كاع ما دايز، حيت داك اللحم ماشي حلال مذبوح لغير الله. فهادشي كله ما كاينش تعابر عليهم قد شيخهم. نهار العيد جاهم حسن نقيلاب زوين وما خلاهم في داك التبهديل. انا ما كاينش كيبقى فيا في هادشي كامل قد دوك الدراري الصغار مساكين اللي عايشين وسط هاد الجهل. تخيل معايا تكون صغير وعايش في وسط هاد الضلال هذا كامل وكيحسبك واش هذا هو الاسلام. التصوف الحقيقي الاصدقاء راه ما عنده حتى علاقه بهاد اهل البدع. الله سبحانه وتعالى ما كايناش شي طريقه باش نعبدوه، ما كايناش وسيطه بيننا وبينه. الاسلام ماشي لباس وماشي طريقه وماشي اسرار.
حتى هنا الاصدقاء كتكون سالات السركيله ديال اليوم واكيد درتو لايك. وبعد هاد المجهودات كامله غير الا بغيو ينساوها، السؤال ديالنا لكم قبل ما يسالي الفيديو ديال اليوم، شنو هي كتبان لكم احسن طريقه باش تنهى على المنكر اللي كيديروه هاد الناس؟ كيفاش نقدروا نخليو هاد الزوايا والاضرحه بصفر تابع؟ غنبغيو نقراو لي كومونتير ديالكم، حتى هنا غادي نقولوا لكم تهلاو.